خليني اوضح ليكم في الفيديو ده ان فعلا في اوقات كتيره جدا ديزني بتحذف مشاهد من الافلام بتاعتها لانها بتكون شايفه ان المشاهد دي بتكون مرعبه زياده او وارد كمان ما تكونش مناسبه لشخصيه معينه او مش مريحه للمشاهده. بس خليني اقول لكم من وجهه نظري، انا شايف ان في بعض المشاهد دي كانت ممكن تضيف عمق حلو للشخصيات او حتى كمان للقصه نفسها. فخلينا مع بعض كده في الفيديو ده نشوف بعض المشاهد اللي اتحذفت بالفعل من افلام ديزني، ولو الفيديو ده عجبك سيب لي رايك في الكومنتات بحيث اننا ممكن نعمل منه جزء تاني بعد كده. وكالعاده يعني معلش هتقل عليك وافكرك لو انت اول مره على القناه تعمل سبسكرايب لايك شير كومنت، ويلا بينا نكمل مع بعض. فخليني كده اوضح ليك حاجه مهمه جدا، ان لو جوده الفيديو مش افضل حاجه في بعض اللقطات فخليني اقول لك ان غصب عني، لان طبعا ديزني وبيكسار مش بيحتفظوا بالمشاهد المحذوفه بجوده مثلا 4K او HD غالبا. فاول فيلم هنتكلم عنه هو الاسد الملك. فخليني اقول لك كده ان دي اصلا في البدايه كانت المفروض تكون النهايه بتاعه الفيلم لما سيمبا وسكار بيتخانقوا على برايد روك، بس المنتجين حذفوا النهايه دي علشان خاطر شايفين ان هي كانت مرعبه قوي بالنسبه لفيلم من ديزني. فالنهاية الأغمق دي سيمبا بيخسر قدام فعلا سكار. انت متخيل معايا ان في نهاية الفيلم سيمبا هو اللي هيخسر؟ ولكن السؤال المهم ازاي ده هيحصل اصلا؟ في النهاية المحذوفة بنعرف ان سيمبا هو اللي بيقع اصلا من فوق الصخرة مش سكار، وده مش علشان خاطر سكار اقوى منه، كلنا عارفين ان سكار كبير في السن وسيمبا بقى اقوى منه، ولكن ده لانه كان طيب معاه واللي هو نقدر نقول ان هو كان ساذج شوية. فللاسف بعد المناقشه ما بينهم وبعد كل اللي حصل ليه طول السنين دي كلها لسه برضه هيصدق سكار. بس اول ما سكار بيبقى في امان بنشوفه ان هو بيرمي سيمبا من فوق الصخره في النار، واللي هو بعدها هنسمع صوت صرخة سيمبا وهو بيقع من على الصخرة. وهنا بقى لحسن الحظ سيمبا بيخبط في فرع شجرة وهو بيقع وده بينقذه. وعلى الجانب التاني سكار بيفتكر كده ان هو خلاص يا جماعة انا قتلت سيمبا، وده اللي بيوصله ان هو يبتدي يضحك ضحكة شريرة كده فوق النار اللي مولعة. سكار بيضحك ضحكة خبيثة وبتعلى اكتر واكتر، وللاسف كان مبسوط قوي لدرجه انه اصلا مش بياخد باله ان النار وراه وهتولع فيه، وفعلا من كتر الضحك الهستيري مش بياخد باله من حاجه زي دي. وده بيوصل في النهايه ان سكار بيتحرق حي حرفيا. وبعدها المفروض بنشوف مشهد بيجي لسيمبا وهو بيساعد لبوه مصابه. فبصراحه المشهد ده كان هيكون اضافه لطيفه للفيلم، وانا مش بلومهم ان هم حذفوا النهايه دي، بس برضو اننا نشوف سكار بيتاكل من الضباع ما كانش اقل رعب يعني من المشهد الاصلي. بس بدل ما سيمبا يكسب بالحظ ديزني غالبا كانت عاوزاه ينتصر بمجهوده هو، وده فعلا خلى الرحله بتاعته اقوى بكتير. طيب بالنسبه للي بعد كده ليلو ستيتش بيتفرج على برج السمكه وهو بيموت. المشهد ده كان يمكن يكون صادم بشكل مفاجئ لانه بيخلي ستيتش بيبان كانه سايكو، او نقدر نقول كده باختصار شخص عنده اضطرابات نفسيه خطيره. ليلو كانت بتصرخ وبتطلب منه يساعد وهي بتتفرج على العصافير وهي بتهاجم برج السمكة. بس الغريب ستيتش كان قاعد بيتفرج وبيبتسم ابتسامة شريرة كده وهو شايف ان السمكة بتموت. فالمشهد هنا بيقلب ظلام اكتر لما بيروحوا المدفن علشان خاطر يدفنوا برج جنب اهالي ليلو. فبصراحة المشهد ده كان هيقلل كتير من محبة الناس لشخصية ستيتش لو كانت عرض فعلا، بس برضه هو مشهد مؤثر جدا وفيه تلميح خفي غريب. بس الافضل هنا ان ده كله ما توضحش معانا في الفيلم. بعد كده معانا فيلم توي ستوري، ونقدر نقول هنا ان وودي اللي كلنا حبيناه شرير. طيب هنا كمان من ضمن المعلومات المهمه اننا بنعرف ان وودي في النسخه الاصليه من توي ستوري كان المفروض الشرير، وده كان المفروض هيكون بسبب كاتزنبرج مؤسس دريم ووركس اللي كان وقتها في ديزني. طيب تعالى بقى هنا كده نفتكر مع بعض لما وودي خبط باص بالصدفه ووقعه من الشباك. اللي بنعرفه هنا ان المفروض كان يكون في مشهد محذوف وودي بيرميه عن عمد من الشباك اصلا. واللي بنفهمه هنا ان وودي الشرير كان عامل زي ديكتاتور مع باقي الالعاب. مش بس توم هانكس كان بيكره النسخه دي من وودي، لكن كمان مديري ديزني اتصدموا وقرروا يلغي الفيلم تقريبا بعد ما شافوه. ووقتها كازنبرج اللي كان في ديزني كان عايز توي ستوري يبقى فيه نغمه ناضجه شويه وساخره اكتر، وبعد كده كاتزنبرج ساب ديزني وفتح دريم ووركس. وعشان كده تقدر تتخيل شخصيه زي شريك عندها نفس الاسلوب الساخر ده، بس بصراحه ده بعيد تماما عن اللي ديزني بتعمله، لان هنا كنا نشوف ان وودي للاسف بيعامل كل اللي معاه معامله سيئه جدا، وكان بيستعمل سلينكي زي كلب هجوم على باقي الالعاب. فاللي بنعرفه هنا كمان ان توي ستوري كان هيتم الغائه فعلا بسبب النسخه دي من وودي. طيب بالنسبه للي بعد كده من اظلم مشاهد ديزني المحذوفه هو فروزن إلسا شريره. فمن ضمن المعلومات اللطيفه هنا ان إلسا الاصليه كانت شريره وساديه شويه، وكانت بتستمتع وهي بتعذب الجنود اللي بيجوا القصر بتاعها التلجي علشان خاطر ياخدوا منها معلومات.
لدرجه ان في ناس فعلا كانت بتقول ان هم كانوا يحبوا الشخصيه دي لو كانت اقرب للنسخه دي شويه، واللي هو مش واضح انها مثلا هتكون شريره ولا بطله، وده يمكن يكون مليان غموض شويه. طيب اللي بنعرفه المشهد ده كمان كان هيكون منطقي اكتر بعد لحظه تحولها في الاغنيه بتاعت ليت ات جو. هي لسه في قمه النشوه من الحريه الجديده اللي بتحس بيها، وانها اخيرا تقدر تكون نفسها من غير حدود. الإلسا اللي شفناها في الفيلم كانت شويه مهزوزه وضعيفه وده ماشي، بس انا بصراحه بحب النسخه دي اكتر. اللي بنعرفه ان هي هنا متمرده عنيده وغاضبه. عمري ما حبيت انها في الاخر كانت مستسلمه كده وهتسيب هانز يقتلها كده بسهوله. الإلسا دي كانت جمدت هانز 20 مره من قبل ما يفكر يقرب منها. يعني لما نتكلم عن ملك التلج مشاعرها مضطربه شويه لدرجه انها جابت عاصفه ثلجيه مدمره على البلد كلها، يبقى من الطبيعي نتوقع منها شويه غضب، مش صح برضو؟ فاعتقد بعد الكلام ده في ناس كتيره جدا عندها فضول فعلا يتعرفوا اكتر على إلسا الشريره، او فعلا كانت ممكن تتقدم معانا ازاي في الاحداث بتاعت الفيلم. طيب بعد كده عندنا ذا بلاك كولدرن، جيش الهورند كينج الميت. في النسخة الأصلية الهورند كينج كان فعلا بيقتل الناس على الشاشة وبطريقة مرعبة جدا. كنا بنشوف جسمهم وهو بيتحلل قدام عينينا، والجلد بيغلي وبيتشال من على العظم، واللي هو فعلا بشع جدا. ده حرفيا كان هيكون اكتر مشهد فيه عنف بصري شفته من ديزني، بس بصراحه كان هيخلي الهورند كينج شخصيه مرعبه ومؤثره اكتر بكتير. المشهد كان هيخلي التهديد حقيقي جدا، ويوضح لينا قد ايه جيشه من الموتى كان ممكن يمحي اي حد زيه لمجرد حتى لمسه واحده. بس كالعاده يعني طبعا دي ديزني، فمش هنقول غير هما كانوا بيفكروا في ايه. اما بالنسبه للي بعد كده هو من فيلم طرزان، ابو طرزان وهو بيتاكل من النمر. المشهد ده اتقطع لاسباب واضحه جدا، ايوه من الاخر هيكون دموي قوي، فمستحيل الاهالي كانوا يرضوا مثلا ان ولادهم يتفرجوا على فيلم ديزني يبدا بالمشهد ده، لاننا كنا المفروض نشوف النمره حرفيا وهو بيبهدل ابو طرزان. بالنسبه للي بعده الدب القطبي الروسي بوريس، فمن وجهه نظري كان دايما في احساس ان في حاجه ناقصه في فيلم زوتيوبيا، كأن في حاجة مظلمة بتحصل في الخلفية بس مش بيتكلموا عنها، وأظن طبعا إننا لقيناها في النسخة الأصلية من زوتيوبيا. كان في مستوى مرعب من الظلم اللي بيتعرض له الحيوانات المفترسة، والظلم ده كان ظاهر قدام الكل على شكل ضوء صدمة كهربائية. وقبل ما اكمل طبعا لو عايز تعرف بقى كل حاجة بالتفاصيل حوالين الموضوع ده هتلاقي ان انا كنت عامل فيديو بالفعل هنا على القناة عن القصة الأصلية بالكامل لفيلم زوتيوبيا. طيب هنا بقى بالنسبة لحوار الطوق، لو أي مفترس اتحمس زيادة أو اتنرفز شوية على طول الطوق ده بيصعقه فورا، وطبعا ده خلى نغمة الفيلم تبقى أغمق بكتير، كأنك عايش في عالم طبيعي جدا في كائنات عاقلة بيتعاملوا معاهم كأنهم حيوانات مسجونة، وكل ده بس علشان خاطر هم من فصيلة معينة أو نوع معين. لو حسبنا إن الحيوانات مثلا في العالم ده يعتبر ليها نفس فكرة الأعراق، فبعض الناس ممكن يشوفوا إن المشاهد مش دموية أو عنيفة بصريا، ولكن هرجع وأقول لك فكرتها في حد ذاتها مرعبة جدا وبتدي للقصة قوة تأثير أعمق. يعني لما بنشوف ان هم بيحطوا طوق صدمه على ولده الصغير علشان خاطر يسمح ليه يعيش وسط مجتمع زوتيوبيا، الطوق كان ليه معنى وكان جريء جدا لدرجه انه ممكن يقلق الجمهور، وده اللي عجبني. بس طبعا لما ميزانيه الفيلم بتوصل ل 150 مليون دولار بيبقى صعب تقنع الناس ان المجازفه تستاهل. المثير بقى ان في النسخه الاصليه نيك كان هو البطل القصه، ولما حس بلحظه نشوه وهو بيشيل طوق الترويض لاول مره قرر انه عاوز يدي نفس الشعور ده لكل الحيوانات المفترسه. علشان كده حاول يفتح مشروع يسمى وولد تايمز، ملاهي مخصصه للمفترسين فقط، وده كان المكان الوحيد اللي ممكن الحيوانات المفترسه يدخلوا فيه ويشيلوا الطوق من رقبتهم. فبصراحه انا فاهم ان فكره الطوق كانت قاسيه شويه على الاطفال الصغيرين، بس برضه كانت هتضيف عمق وقوه رهيبه للقصه. فانا شايف ان المشهد ده مش بس اظلم مشهد محذوف من ديزني، لكن كمان اقواهم وافضلهم. بس برضه هرجع واقول لك بعد المشاهد دي كانت ممكن تخلي الافلام احسن بكتير، بس اهو ده جزء من انك تعمل فيلم عائلي ضخم ومشهور، يعني لازم شويه مشاهد تتشال علشان خاطر الفيلم يناسب كل الاعمار. ولو شايف ان انا نسيت مثلا مشهد محذوف من ديزني كان مظلم او حتى مثير للاهتمام، فسيب رايك في الكومنتات وخليه مثلا في فيديو تاني. زي ما قلت لك لو الفيديو عجبكم قولوا لي في الكومنتات عشان خاطر اعمل بارت تاني بعد كده.